وعطش يارات يوسف إلى يعقوب بيردد علي ولدي علي، وما زالت تدعو وتمشي حتى وقعت كالخشبة. إما علي ثبت لبكر بن غانم ودارت بينهما طعنات وضربات، وإذا أثبت بكر الضربة في علي راغ عنها كالبرق، تارة يكون حزاما لجواده وتارة ينفصل عن الجواد، وهكذا. ومن شدة الزحام انفتق درع بكر بن غانم من تحت إبطه، وعلي الأكبر يرعاه فعاجله بطعنه انتظمه بها وجلد به على الأرض، قال خذها طعنة حيدرية وأنا ابن الحسين. ورجع بأبي وأمي إلى الخيام، لكن اشتد به العطش وحر الحديد وحر الشمس. رجع استقبل أبوه ولم يسيع أباه العطش 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 العطش. أبا يا حسين يلي من تمسك بيك ما خاف، يا مقصد الوافد ظن والداحي الباب، أريد قطرة ماي قلبي من العطش ذاب، غارت عيوني واظلم الوادي علي، غارت عيوني ونزم دمي كتر الجراح، وتمرمرت يا بروحي والصبر، حل الدرع عني بعضني ثقل السلاح، غارت عيوني واظلم الوادي علي، والله لا تندفي بقطرة مي نار قلبي، ما حد كفو منها الجميع ياقر، بدربي انطيني مية وعاين طرادي، وحربي لحمل على الجيمان حملها شمي، واحمل واخلي الخيل تتقردس على الخيل، وادعي النهار من العجاج اظلم من الليل، واضم لي الوادي بالجسد وادعي الدمشي قبل المساء اترك مضاربهم خليه، يلا ودمع العين فوق الخد همال، ابشر يا عقلي كان مني طلبتك مال، وان كان تطلب ماي هذه طلبة محق، بناي اصبر قليل يسقيك جدك شربة لا ظما بعدها، واخرى تنادي ابلغ جدنا عنا السلام، شيعة محبين انقلب الاكبر الى الميدان، حمل على الميمنة انقلبها ميسرة والميسرة ميمنة، والقلب جناحين دارها كدوران الرحى، حصدها كحز السنبل فلا ترى إلا جريحا وطريحها كفا نادرة ورؤوسا طائرة، وهو ينادي أنا ابن خواض الغمرات، بصر به مرة منقذ من مرة العبد، قال الملعون علي آثام العرب، لئن مر علي وهو يفعل ما يفعل لأدخلن به قلب أمه وأبيه، شيعة محبين. بينما الأكبر يقاتل أقبل إليه